الأستاذ تامر أمين، الإعلام الكبير، جهبذ الإعلام المصري، طالع يفتي في الدين ويقول لك مفيش نص قرآني أو حديث نهى عن أكل الحمير والحصينة، خيل عامة يعني. أنت كمان هتفتي في الدين؟ ولا هي الحاجات ديت للناس اللي معهاش فلوس؟ طب أنت جايب دليل إن في جزارين بيبيعوها، إن في دول بتاكلها؟ ما الدول دي مش إسلامية. أنتوا خلاص هتفتوا في أي حاجة؟ الدول دي مش إسلامية يا أستاذ تامر، اتقي الله. أنت هتاكل لحم حمير؟ يعني المدام هتعمل لك بالليل فتة حمير ولا تتعشى صينية كلاب؟ ما تتقي الله يا أخي. ولا دي رجول فراخ عايز برضو تطبخها للناس تاكلها؟ أنت لو حتى معاك فلوس هتاكل؟ طب اللي شبهك المطبلاتية هياكلوا؟ ولا أنت بتعمل كده عشان الناس الغلابة هي اللي تاكلها؟ طب أنت هتشيل وزرهم؟ مالكش دعوة بالدين يا أخي. انتوا ايه؟ اتقوا الله، اتقوا الله فينا شويه.